مرحبا، اليوم نزلت على الشارع عندنا بنسى لحتى أسأل سؤال. السؤال الحلقة اليوم بيحكي لو إنه رجعت عقارب الساعة ما يقارب 5 سنوات للوراء، شو الإشي اللي بتمنى الناس إنه يرجع؟ فابقوا معنا بهاي الحلقة لحتى نشوف أجوبة الناس، فيلا نبلش. لو سألناك سؤال اليوم، سؤال الحلقة بيحكي لو رجعنا لك عقارب الساعة ما يقارب 5 سنوات للوراء، إشي بتتمنى إنه يرجع؟ أتمنى إنه الله يرحمه صاحب عز الدين استشهد هو، الله يرحمه. بتمنى إنه يرجع وإنه ما يصيرش مشاكل بيني وبينه ونضلنا أصحاب أحباب. الله يرحم روحه يا رب. آمين يا الله. وعلى الغرب تربينا، كنا يا دنيا جيران بحارة كبكوبة خيطان وملفوفة. يا عمو صباح الخير عمي. كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله دائما الحمد لله. الله يخليك يا عمو. الله يرضى عليك. اليوم عمو سؤال الحلقة بيحكي لو انه رجعنا عقارب الساعة للوراء قليلا، يعني خلينا نحكي ما يقارب 5 سنوات، شو الاشي اللي انت بتتمنى انه يرجع؟ إن كل شيء يرجع زي اول، في اداة بال وفي انبساط، في كل شيء، في محبة بين الناس كانت. الله يهدي بالنا يا عمو بال. بال أمة محمد يا الله. امين. واكيد بدنا ناخذ صورة معك. يعني احنا ما نعطلك عن اللعبة، نسألك سؤال، عطلناه عن اللعبة اللي بنلعبها. اوكي، السؤال بيحكي لك لو رجعنا لك عقارب الساعة للوراء ما يقارب 5 سنوات، تمام؟ شو الاشي اللي انت بتتمنى انه يرجع؟ سيدي الله يرحم روحه توفى ب 2019 عن بحادث سير على طريق الكريم. كان أول يوم عيد، كنا مروحين من عند عمتي، كان أول بنت إلى معيدها، وهم مروحين صار معنا حادث وتوفى هو وأخوه الله يرحم روحه. الله يرحمه يا رب ويصبركم. آمين. هجوا اللي هجوا وعافونا وضل. كده بكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، انتظرونا في باقي الحلقات. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.